استنى، ما تقدمش على شاور الإسكان دلوقتي علشان ببساطة التقديم لسه ما فتحش. كل الإعلانات اللي بتقولك الحجز شغال حاليا غير صحيحة. طبقا لآخر بيان رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي مفيش أي طرح جديد تم الإعلان عنه حتى الآن. يعني خلينا نوضح الصورة. مفيش تقديم شغال دلوقتي، مفيش كراسات شروط نزلت، ومفيش أي مواعيد رسمية تم إعلانها. يعني أي حد بيقولك احجز دلوقتي أو ادفع مقدم، خلي بالك دي إعلانات ممكن تكون وهمية، هدفها تجمع بياناتك أو تاخد فلوسك. الحقيقة إيه بقى؟ إن الطرح الجديد متوقع خلال سنة 2026، لكن لحد دلوقتي مفيش موعد رسمي محدد. طيب تعمل إيه من دلوقتي؟ تجهز ورقك عشان تبقى أول واحد جاهز وقت التقديم. الورق المطلوب: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة دخل حديثة ومعتمدة، إيصال مرافق كهرباء غاز مية، قسيمة الجواز لو متجوز، شهادات ميلاد الأطفال لو فيه، برنت تأميني لو شغال في جهة حكومية أو جهة خاصة. خلي بالك من 3 حاجات مهمين: تابع الصفحات الرسمية بس، ما تدفعش أي فلوس لحد غير جهة حكومية، اي اعلان مش من الصندوق اعتبره مش مضمون. افتكر ان الفرص الحقيقيه بتكون واضحه ومعلنه للجميع بدون وسطاء. لو عاوز اول ما التقديم يفتح في 2026 تعرف كل التفاصيل خطوه بخطوه، تابع صفحتنا واحنا هنقول لك كل التفاصيل.